صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله يوم من الايام الطويله، بس دلوقتي هنزل افطر مع اهلي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله يا جماعه. بس كده. طيب النهارده ان شاء الله هيبقى يوم حافل بالنسبه لي يعني. هنقعد نخطط الحلقه الجديده، غالبا ان شاء الله باذن الله هتبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنحاول نحدد السؤال ايه، لان احنا بنحاول نمحور كل حلقه حوالين سؤال. يعني حلقه الصلاه كانت انت ما بتصليش ليه، حبيبي شكرا. ما تجيبوا الشفاطات التخينه بقى معلش بقى. حبيبي شكرا. ده بيبقى مؤثر ان احنا يعني بنعرف نروح ونيجي ونرجع تاني نجاوب على نفس السؤال تاني. فغالبا اللي ممكن يكون عن حلقة النبي صلى الله عليه وسلم هيكون السؤال مثلا ايه، هو انت بتحب النبي كده يعني. It's very hot، يعني it's very very hot today. مش عارف احنا في فصل ايه، بس لو ده الربيع فمش عارف الصيف هنلبس فيه ايه الصراحة. استبرك لازم تعمل شورتات بقى ولا ايه، مش عارف. ايه رأيكم في الموضوع ده؟ نعمل شورتات؟ لا 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 لا، انا كمان ده انت عامل قلق. انا كمان عامل قلق. نايس. بتعمل فلوج ولا ايه؟ لا مش بعمل فلوج، بس بروش. اشمعنى انت؟ حلو جدا. نايس. بس انا بستخدمها في ان انا بعمل الفيديوز بتاعتي، عشان قلت بعمل فيديوز بكواليتي احسن. والله زمان I miss this place. برنامج الصحبة بيمثل ايه بقى، وليه الشباب دي اختارت ان هي تجنب حاجات كتير قوي في حياتها علشان تخلص للبرنامج ده، وعشان تديله مجهود كبير قوي وطاقة كبيرة قوي. لا تعالى اهو قشطة. اقعد قعدة عادية يعني. اقول لك على حاجة مضايقاني، معلش. الحتة الخضراء اللي طالعة دي مضايقاني. الوسي دي اللي جوايا هي كده كويس؟ كده. طيب ماشي. انا بالنسبه لي بصراحه كنت بدات احس ان محتاج حاجه ترجعني تاني ابقى شغلي اللي على السوشيال ميديا ده يبقى فيه هنا حته نظيفه. انت فاهم قصدي؟ ماشي. ما يبقاش الموضوع بدا يخش في ان انت بتعمل فيديوز عشان الناس طالبه منك تعمل فيديوز، عشان انت خلاص بقيت مشهور، فانت يعني انت فاهم كسرت الروتين بتاع ان ساتر. ايه بقول يا ساتر. ده مين؟ مش عارف. مين ده؟ محمد ابراهيم. مين اللي مش كروكس؟ اطلع بقى زق انت واحمد واحده واحده. من تحت يعني بص، هي المشكله تحت ان انت لما تيجي تنزلها تقطع صباعك. ايوه مسكت يا كريم؟ انا مسكت خلاص. طب يلا مسكت في نبدا على ازرق. الشاي يا باشا. والله الله الشاي يا باشا. هي الكلبة حزينة كده ليه؟ انت اكيد شفتهم قبل كده. لا مش شفتهمش. شفتهم وهم بيتصمموا يعني. ده منتج وطني. ده منتج وطني، بس مش كاتبين فيه ان هو منتج وطني. مش ليه؟ كاتبين فيه ان ده هو صناعة المنتج في مصر، الجامد. عشان نضحك على الناس. تضحك على الناس. كده عشان هم لما بيشوفوا صنع في مصر ما بيشتروش. دي كلبة صح؟ دي كلبة. حسيت من بعيد مش عارف ليه. اسمها ايه؟ اسمها بهيرة. بهية. بهيرة. ده بنجر. يا نهار ابيض. بص لما بعمله كده هو عايز يطلع، بس هو عارف ان انا دي، يعني انا لما باجي بيبقى بعمل كده عشان اطلعه، فاهم؟ طب انت جايبه ليه ده؟ ده مش بتاعي ده طبعا. طول عمري نفسي اقفل البتاع دي. ده الاول يا ابني. برفع دي عشان كده بقفل عليها. ماشي. خلاص ايه ده؟ عبد الله تعالى اطلع. اه زق
عاش. سلام. لو عايز دعايه بقول لي بقى. سلام. ايه؟ هتحتاج تقلع. لا ايه؟ تقلع اللي انت لابسه ده عشان لا الحر. ما توسخش قوي. لا عشان الحر. انا ممكن اشوف لك تيشيرت لو عايز. حلو كده انت فاهم. هو ده نوع خط ولا دي الستايل بتاعك؟ جرافيتي كده. انت بتقول ايه بقى؟ نضفتني ان انت لازم تجيب لقطه قبل وبعد انت فاهم. بس الفكره انا قبل كنت لابس استبرق برضه انا نضفتنيش ولا حاجه. كنت بقول ان القعده بتاعتنا على السوشيال ميديا بدات تلم شباب كتير قوي. وما كانش ده الهدف في الاول، يعني انا فعلا اول ما عملت فيديوز وبتاع ما كنتش متخيل خالص ان يبقى في الكميه دي من الناس متابعانا وبتاع، فالواحد بدا يخسر ناس وهو في النص. فلما جم عملوا اقتراح الصحبه ده انا حسيت ان دي هتبقى حاجه اللي هو لا كريم ما بيستفادش منها كشخص كده دايركت، انت فاهم قصدي؟ يعني الصحبه ليها بيج لوحدها، فانت ما بتعملش فيديو عشان يجي لك فولورز، ما بتعملش فيديو عشان تبقى مشهور، انت بتعمل فيديو عشان يعني انا بصراحه ما كنتش متخيل الفيديو يعمل اللي عمله ده. يعني كام دلوقتي 800 وشويه. كنت حاسس اللي هو قشطه يعني هتبقى فيديوز كده على القد وبتاع، بس تبقى حاجه لله سبحانه وتعالى. بعد شويه بدات احس ان يعني بعد ما بدانا بقى نحضر ونصور وبتاع، كنت في الاول بصراحه ما كنتش اللي هو قشطه انا معاك وخلاص، يعني هعمل حاجه كده، هعمل البارت بتاعي على قده، مش هجود بقى، مش هضيف، مش هفكر ان انا احط فكره زياده. بعد كده حسيت ان لا خساره يبقى الباب ده مفتوح وما تاخدش منه غير حد مش فكره الدقيقتين في التحضير. يعني التحضير انا مؤمن ان ثواب التحضير يعني ممكن يكون احسن من الطلعه، ان الطلعه انت هتاخد عليها كريدت من الناس، بس التحضير محدش عارف مين حضره. فالتوليفه كلها احنا محتاجينها، ومحتاجين ان احنا نوري الناس تاثير التوليفه دي علينا عامله ازاي. يعني احنا لما صورنا الحلقه الثانيه لا انا حياتي اتشقلبت بطريقه ما في ساعتها. ماشي. فحسيت ان حرام قوي ان احنا نبقى احنا في تجمعنا بتحصل فينا التغيرات دي والناس ما يطلعلهاش التغيرات. انت كنت بتقول اسمه ايه ده لما الشباب اقترحوا الصحبه، انت عارف احنا بنقترح الكلام ده بقى من امتى؟ من فيديو الحجاب ده هو بقى له ايه سنه وشويه صح؟ يس. انا مش بلومك على فكره، عشان اصلا الواحد اتعود على ان الاعمال دي بتفكس فاهم جدا. يعني الواحد والله يلا يا جدعان نغير العالم ومش عارف ايه. انا على فكره شايف ان التجميعه دي عندها البوتنشال، الشباب اللي فيها ان هم يغيروا جدا، يعني ان هم فعلا يعملوا طفره. وانت شفت ده، انت شفت ان الناس اللي شايفاك عيل سيس كده وبتاع دعوه مودرن وسيس ومش عارف ايه، بدات تيجي تتكلم معاك وتقول لك عايش ومش عارف ايه، لان هي شافت ان انت عندك همه وعايز تغير فاهمني. وبنتغير، يعني الناس اللي كانت بتقعد تقولك ما تتكلموش انجليزي بنستجيب لده، الناس اللي بتقولك ذاكروا شويه بنستجيب لده. بس ساعات الكلمه الانجليزيه بتطلع ارجنت كده حلو. ايوه طبعا ارجنت. بس عايز حاجه تانية بقى؟ شكرا. لا اتفضل يا باشا اتفضل. انت عارف انا اول مره اطلع معاك، لا دي تاني مره اطلع معاك في فلوج كده، اطلع معاك دايركت احنا الاثنين قاعدين بنتكلم الكاميرا. الفلوج بتاع اليوتيوب. انا كل ليله بسهر اقعد افكر في اللغز اللي انا عايش فيه، مش عارف ازاي افسر، متحسر منه، قلبي متكسر. ايوه بحبك انتي بس بحبها اكتر، المشكله ان انتوا صحاب، يا ريت كنت اغراب، حاولت اقرب منكم بصيت لقيت سراب. اخباركم؟ حسيت اني بعيد لقيت قلبي وحيد. ايوه شكرا على الماتيريال. لا اصل انا مش مصدقك اللي انت عملته في الكواليس بتاعت الفيديو الام ده. ليه؟ ايه اللي انت عامله فيا ده؟ ايه فيديو الام ده؟ اللي هو الكواليس بتاعت الصلاه، قصدي فيديو الصلاه. فيديو الام ما عملناش فيديو ام. كفايه اصلا البرومو وانت بتعمل كده. ايوه لا ما شفتش في الكواليس بقى. انا لقيت مراتي بتكلمني يا عم، بتقول لي ادهم انت بتكلمني وعماله تضحك، تقول لي انت بتعمله ده ومش عارف ايه. قلت لها انا هو حاطط. قالت لي انت عمال بتتكلم بتقلد السادات وبتاع. قلت لها هو طلع الكلام ده. My dream is to fly over the rainbow so high. ممكن يبقى الاوبجيكتيف بس ان احنا نطلع الناس ان هم يحبوا النبي عليه الصلاه والسلام. ده هي الايموشن ده النبي عليه الصلاه والسلام، فانت لازم تحبه. انت مش بتفكر يعني مش اوبشن. الناس بتصور. في ايه؟
والله عايز اقول لك ان انا جاي وحشتني المكان. الشقه الاولاني فظيع. يا جماعه احنا دلوقتي هنحاول وعبدول ربنا يرحمه فيه هنحاول نقعد نخطط للفيديو. ونعمله زياره والجبن وديه. عمل فيكم بنتكلم دلوقتي عايزين نوجد اسباب منطقيه لناس ماديين جدا لسه على العتبه من بره ما دخلش. احنا بنسمع كلمتين عن النبي عليه الصلاه والسلام، نعمه ربنا علينا ان احنا قلبنا بيخر عشان خلاص احنا عدينا عتبه كانت صعبه جدا. كريم لما انا جيت قال ايه؟ قال حته الايه اللي انا بجيب فاليوز وبحطها. وانا لما جيت قلت عايزين احنا نحط مواقف، المواقف دي بتدل على حاجه. وسالم ترجم كل الليله دي وامير رخصها. فاحنا كلنا تقريبا خلاص متفقين. احنا عايزين نعمل شخصيه 3 دي للنبي عليه الصلاه والسلام ملموسه قوي. طب تمام، انا عندي جزء مهم جدا، جزء ايموشنالي كمان مهم جدا، فكره اظهار تضحيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دي برضه اللي سمعناها انا وانت احمد مع بعض اول ما كنا الكلام ده بيقعد، بص انت عارف انا ما بعرفش اعيط، بس بقعد بقى ايه، بقعد اتخنق بالمشاعر وفي على نص اليوم كده ما بقاش عارف اتنفس. كان الصادق الامين تاجر الشاطر المشهور اللي الناس بتحبه، اللي وصل عندهم انه لما اختلفوا انهي قبيله تحط الحجر الاسود في مكانه في الكعبه فاحتكموا ليه، فجاه بقى مطلوب منه انه يعادي كل الناس دي، وانه يصل لمرحله انه بيسب وبيشتم وبيضرب، بناته تتطلق، يطرد. انه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في الطائف وضرب حتى دميت قدميه لغايه ما اغمى عليه صلى الله عليه وسلم. انا احب النبي ليه؟ اول حاجه، وانا ليه احب النبي؟ اول حاجه بتيجي في بالك او اول عائق بيحصل اصلا ما اعرفوش بينك انت ما نعرفوش لدرجه ان انا حاسس ان هو مش حقيقي اصلا. يعني النبي اصلا ممكن ما يكونش اصلا حقيقي، يعني هو شويه افكار وشويه احاديث. طب هو فين هو؟ انا عاجبني على فكره، عاجبني ومفيش مشكله خالص. بحاول اقول فكره، ما احنا بنربط الكلام. انا عايز اقول اربط الكلام عشان اجاوب على السؤال. ماشي، اللي هو عشان اجاوب السؤال انت ليه تحب النبي؟ ماشي خلاص. فاحنا هنا عرضنا حاجات، الحاجات دي يا جماعه كده طيب حلوه ولا وحشه عن النبي؟ حلوه، يعني حاجات تتحب. شكرا لغايه هنا مش كفايه. تعالوا بقى نقعد، احنا في جزء وصلنا له اتفقنا عليه كلنا، هي حته هو النبي عليه افضل الصلاه والسلام عمل كل ده عشان ايه؟ فانت لما الحته دي تظهر في الاخر بالله عليك بعد ما انا اقفل على هنا، اقفل وانا واقف على دي. اي واحد ما بيفهمش في الدين ولا عمره فتح كتاب ماشي دلوقتي شويه. دلوقتي عندك 8 اشخاص، فاحنا عايزين دلوقتي نعمل تيمز. اوكي، التيمز دي كل واحد فيهم، يعني انت عندك 3 دوائر كويس، كل دايره خلينا تساعدنا كده نحط عنوان لكل دايره عشان نوكل تيمز. ماشي تمام. خلينا مبدئيا نقول ان ايه، امير هيبقى على راس دايره من الدوائر. حلو. لسه ما نعرفش هي بتاعت ايه. خليك معايا. ماشي. فيها شرط. انا وانت انا وانت انا متخيل ده. انا وانت شورت ممكن حد تاني معانا معرفش يعني. ماشي. واقفين بنتكلم في حته مثلا عند الدمبلز والمش عارف ايه والحوارات دي، وقاعدين بنتكلم في الرياضه ومش عارف ايه وبتاع، وقاعدين داخلين في العالم السايكوباتي بتاعنا بتاع اللي هو ايه. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش غير واحد بس. عارف الحوار ده؟ عارف ان هو مسك الرمح والرمح خدش الواد، والواد قال لك ومشي هلعان في المش عارف ايه وبتاع. انت تقول لي انا كنت بتفرج على روكي امبارح عارف انت المود بتاعنا بتاع الرياضه ومش عارف ايه وبتاع، وان احنا بنحاول نكون شخصيه حقيقيه للنبي صلى الله عليه وسلم كويس. ابتدت بان انا ما بشوفش، مش حاسس ان النبي حقيقي بس بحس بكذا. طب انت عارف ان النبي كان قوي جدا. طب انت عارف ان النبي كان انسان بس في نفس الوقت سوبر هيرو في نفس الوقت. تمام. فاحنا قاعدين بنبني وبنكبر في البالونه دي. يبقى هنا الدايره دي حلوه جدا جدا. ليه؟ انا مش بتكلم بس على الحقائق التاريخيه وحقيقه وجوده وكده، لا انت لضمت في الثيم العام بتاع الفيديو. انا حبيته ليه؟ بالظبط. بورتي وغواص معانا. وغواص معانا. غواص بيلين. صح بس بالصوره اللي هو عايش كده هتبقى ناشفه قوي. احمد وحازم في حته واحده ماشي. احمد وحازم في حته واحده نشفت قوي فعلا. صح بزياده نشفت قوي. لعلمك انا كنت زمان صايع
اصلا وانا صغير يعني كنت الطراوه كلها. بص هو الصايع احمد بيقول ان هو صايع وهو من المعادي، يعني واحد من المعادي وبيقول انا صايع، يا عارف يعني اوحش حاجه في الحياه يعني والله. واحد غلبان قوي اخره في الصياعه، عارف اللي هو ايه، هلزقلك لبان على الكرسي. انا شربت ميه من الثلاجه، انا شربت ميه في رمضان ساقعه، فاهم؟ ده هو كده يعني، هو يعني ما اعرفش ايه تيتش. بص ايده، بص ايدك. خلاص بالله عليك بالله عليك، خلاص اوريك بس بتوع المعادي بيعملوا ايه. اصل احنا معانا اشياء غريبه جدا، معانا واحد من معادي بلطجي، ومعانا واحد من السيده توتو. مش راكبه يعني. بص احنا المفروض مش نبدل. توتو يا ابني، يا توتو انا عشت في شربين يا ابني والله. يا دي شربين جوه شربين ده دي جوه شربين. بقول لك انا عشت في شربين والله. عشت في شربين سنه يا ابني. ايه شربين دي؟ بلد ارياف. لا والله في حمام من غير باب يا باشا. بص يا كيمو 12 احنا بنشوف بعضنا. الحياء الكلمة الحسنة. ظبط. في إجماع على الحياء يا جماعة. جميل يا حبيبي، ماما بتحبك يا حبيبي، العب. حلو حلو. يلا ادهم بص بسرعه اجري بسرعه، اهرب اللي تشالنج، اهرب يا حسن. سلام حاسب بالله عليك كده. كنت مع الشباب دلوقتي، مراتي كانت تعبانه شويه، فجيت البيت قالت لي انت ليه جيت؟ قلت لها عشان انتي تعبانه. قالت لي طب ما انت كنت قاعد بتحضر وبتعمل وقاعدين بتعملوا وبتسووا، ايه اللي خلاك تسيبهم؟ يعني سبت الشباب اصلا في المقر وجيت البيت. يعني هما معرفش هما لسه هناك ولا ايه حتى. يعني كنت عايز اتكلم على الناس اللي ورا الكواليس، الناس اللي ما بتبانش واللي هي سبب يعني مش قليل خالص في ان اي حاجة الشباب بتعملها، انا او الشباب بنعملها، تتحقق. يعني احنا علشان نصور ونحضر كل اسبوع، كام اسبوع اللي فاتوا كنا بنروح لسالم بيته وبنقعد عنده يعني طول اليوم، ومراته كانت بتستحمل وما كانتش بتشتكي، بالعكس كانت بتسبورت، مرحبة جدا جدا يعني، وبيكرمونا في بيتهم وبيضيفونا وكده. يعني ما شاء الله. مرات امير بتسيبه ينزل وبتستحمله. مرات ادهم نفس الكلام. مرات كريم بيقعد برضه سايبها طول اليوم. Thank God for supportive wives. تصبحوا على خير. إن شاء الله. عايز العب. خد يا حبيب قلبي، خد يا كوكو ولا يهمك. ظبطنا اضاءة وظبطنا كلر كوريكشن في المونتاج، هتطلع من الكاميرات دي نتائج مرعبة. لا تقطع علي اعلان جهينة قوي بقى يعني.